bounce when she walk, damn, bounce when she walk, bounce when she walk, clap when she walk, clap when she walk. تعملهم لو عايز تحافظ على ترمبة البنزين، دورة البنزين ودورة الانجكشن بتاعت العربية. أول حاجة خالص تثبت البنزينة اللي أنت بتمون منها، تبعد عن البنزينات المجهولة اللي موجودة على الطرق النائية، وتخليك دايما مع بنزينة تفضل يكون الشركة نفسها هي اللي ماسكة البنزينة، مش واحد واخد التوكيل، عشان بيبقى الغش والكلام ده ليه مصالح وكده في حالة يعني الأفراد، طبعا مش كله بس بقدر الإمكان. تاني حاجة ودي مهمة جدا، ما تخليش البنزين بتاع العربية في الطرمبات الانجكشن كلها بتبقى ثابتة جوه التانك، ما تخليش التانك يقل عن الربع، لان تبريد الطرمبة بيبقى عن طريق هذا البنزين، وكمان لما بيقل البنزين جامد في التانك الطرمبة بتبتدي تسحب هواء، فده بيأثر عمر الطرمبة جدا. تالت حاجة تستعمل منظفات اللي هي المنظفات بتاعت الرشاشات والكربوراتير والدورة والكلام ده بحذر شديد، تستعملها بشكل منتظم بس مش بإسراف، يعني كل 10,000 كيلو كل 15,000 كيلو، هي بتأدي دور في المحافظة على نظافة الدورة ومنع بعض المشاكل. رابع حاجة بلاش الهاجس بتاع حط 92 ولا 95 ولا 98، لو العربية بتاعتك مكتوب على غطا التانك او مكتوب في الكتالوج بتاعها ان هي تمشي بالثلاثه، خلاص امشي بالثلاثه. واحنا قبل كده في فيديوهات كتير قوي وضحنا الفرق بين ال 92 و 95 98، ان ده الاوكتان نمبر ليه علاقه بالضغوط وما يحصلش بري اجنيشن، كل ما كان الاوكتان عالي كل ما يحصلش بري اجنيشن فما يحصلش ظاهره النوكينج، ودي بتفرق معايا اكتر في السيارات اللي هي ايه التربو، لكن في العربيات اللي هي مش تربو مش هتفرق قوي حته الاوكتان نمبر. وممكن ان يعني البنزين هنا الاوكتان ملوش دعوه بالنظافه، يعني انا ممكن احط بنزين 98 او 95 من بنزينه ويكون التانك مش نظيف او في رواسب او هم ما بينضفوش التانكات كويس او في رواسب مائيه، ويكون التنكات بتاعت البنزين 92 هي اللي نظيفه، فهنا الاوكتان ملوش دعوه خالص بنظافه البنزين، او ده حاجه تانية خالص، رقم الاوكتان ده بيدل على حاجه تانية خالص، حاجه فنيه تانية خالص. وكان في مشكله من فتره طويله في بنزين 95 ان هم كان هو عباره عن بنزين 92 وحاطين عليه اضافات عشان يعلوا الاوكتان بتاع 95، كانوا بيحاولوا يظبطوا الاضافات دي وبتاع، عشان كده بنزين 95 كان عامل مشاكل في عربيات كتير، عشان كده كنا بننصح ساعتها بال 92. ففي عوامل كتيره قوي في موضوع اختيار 92 و 95 98، بس الخلاصه لو انت عربيتك تقدر تمشي بالثلاثه يبقى حط المناسب للبادجت او الفلوس بتاعتك، وسيبك من قصه بقى مفيش حاجه اسمها ده انضف ولا الاوكتان ده احسن ولا ده هيوفر معايا في البنزين. على فكره الاوكتان هنا ملوش دعوه خالص بتوفير البنزين، معلش يعني، الا لو عربيه تربو ومحتاجاه هنا هيوفر في البنزين، هيقلل ظاهره النوكينج ان هو يبقى يحصل بري اجنيشن او يحصل انضغاط او لجزيئات البنزين ويحصل لها احتراق مبكر، ودي ظاهره بتضر جدا للمواتير وبتظهر معايا اكتر في عربيات التربو، لان التربو بيعمل ضغط داخل غرفه الاحتراق، ضغط عالي جدا، فبيحتاج ان جزيئات البنزين تكون متماسكه، فبيحتاج الاوكتان العالي اللي هو 95 وال 98. او كان انا اكون وضحت لكم باختصار اهم حاجه زي ما قلت لكم الاربع نقاط دول عشان تحافظوا على الرشاشات ودوره البنزين والترمبات. تحياتي ليكم.